بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اتكلم عن ماتش الزمالك وكايزر تشيفز. الحقيقه الماتش اللي في امبارح انتهى بفوز الزمالك وتصدره مجموعته، فوزوا 2-1. الماتش طبعا الزمالك بيلعب على قد امكانياته، الزمالك بيلعب لعيبه في غير اماكنها اصلا يعني، فكتر خير الدنيا. كايزر تشيفز الحقيقه فريق متواضع، ما هوش فريق قوي، وفريق كان هيتغلب على ارضه اصلا من الزمالك، رغم ان امكانيات الزمالك مش كبيره، ولعيبه الزمالك الحقيقه في مشكله في السكواد، وفي مشكله كبيره جدا في السكواد كمان، يعني في لعيبه بتلعب في غير اماكنها. الماتش امبارح في ايجابيات، يعني الحقيقه ايشو لعيب هايل. الشوط الاول كان هايل جدا، الشوط الثاني يمكن لما نزل له شيكوبانزا بوظ مستواه او قلل شويه من مستواه، لان الولد طبعا انهك بدنيا وكان محتاج مسانده، وشيكوبانزا ما بيتساعدش لا هجوم ولا دفاع. الحقيقه شيكوبانزا محتاج ضبط زوايا ومحتاج فرامل، لانه بيجري لقدام بالكرة، والكرة بيفقدها بسهوله جدا، وبيعمل ميس باص بالكوم يعني في الماتش. فهو راجل يعني محطوط اذى للزمالك الحقيقه. تحس انه في فريق منافس للزمالك جاب لهم الصفقه دي. الماتش برضو من ايجابياته رجوع عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لعيب كبير حقيقه، مجرد نزوله الملعب فرق كبير، فرق كتير يعني. عبد الله السعيد وجوده في الملعب في حد ذاته متعه. الراجل يمكن ما بيجريش كتير، لكنه عينه بس بيبص، بيحط الكرة في المكان الصح، بيلعب السهل، بيخليك في لحظة تبقى انت والجون منفرد. لعيب كبير الحقيقة. وعبد الله السعيد حط جون هايل، اسيست من محمد السيد. ناصر منسي الحقيقة لعب مباراة كبيرة، وناصر منسي الحقيقة روحه في الملعب غريبة جدا. يمكن هو ما هواش موهبة جبارة يعني، لكنه روحه غير عادية الحقيقة في الملعب. الماتش خلص 2-1، والزمالك قدر ان هو يتصدر مجموعته، وده شيء جيد. الحقيقة الزمالك السنة دي لو قدر ان هو ياخد بطولة كونفدرالية مثلا، او قدر حتى ان هو ياخد مركز تاني في الدوري، هيحرج فرق كتير، او هيحرج هيحرج ناس كتير جدا يعني. لما نشوف انه فرقة زي الاهلي ب 2-3 مليار جنيه بتعاني، ويمكن لغايه دلوقتي في الدوري تحت الزمالك بنقطه. الزمالك يعني بيبيع لعيبه عشان يدفع مرتبات. فبنتكلم عن فرقه السكواد بتاعها كله على بعضه ب 200 300 مليون جنيه مش بيدفعوا، لانه ما فيش اصلا 200 300 مليون جنيه عشان يدفعوا. بينافس فرقه 2 3 مليار جنيه، يعني قدها 10 اضعاف، ومتفوق عليهم لغايه دلوقتي في الدوري بفرق نقطه. الحقيقه ده انجاز كبير جدا للزمالك. والزمالك انا شايف انه السنه دي رغم كل الصعوبات اللي بيقابلها، الا انه هو محقق انجاز حقيقي. ده رايي في ماتش الزمالك امبارح وكايزر تشيفز، وموقفه كمان في الدوري شيء هايل. وعنده ماتش مع سيراميكا كليوباترا كمان يومين، اتصور هيبقى صعب جدا، لانه الزمالك منهك الحقيقه، بيلعب ماتشات ورا بعض وما عندوش سكواد، وبيلعب يعني لعيبه في غير اماكنها، وبيستعين بالشباب، فهيبقى ماتش صعب جدا. لو قدر يفوز يبقى معتمد جمال ده يتعمل له تمثال، لانه بصراحه لو قدر يفوز الماتش بتاع سيراميكا ده يبقى ده مدرب كبير جدا، ويبقى الراجل ده الحقيقه يمكن خططيا في الملعب يعني مش قوي، لكنه الروح اللي بيديها للعيبه والشباب الجديده دي، وانها تجري كميه الجري ده وتلعب بالروح دي لا، يبقى لعيب كبير جدا ومدرب كبير جدا، ويستحق انه يكمل مع الزمالك. شكرا لك.